واول حاجه يا كابتن انا اللي طلبت ان انا اخرج. انت اللي طلبت؟ يعني انا اللي طلبت ان انا اخرج. يعني دي برضو نقطه مهمه. انا شكرت النادي كتير وشكرت الكابتن الخطيب بشكل شخصي كتير علشان خاطر فتره الاصابه. انا اول ما اتعورت في ماتش بلاتينيوم عقبال ما وصلت المستشفى. ايوه. وعملت وتر اكيليس. وعملت الاشعه. كان الكابتن الخطيب بيكلمني في التليفون عقبال ما وصلت المستشفى. بلاتينيوم كان في القاهره؟ كان في القاهره. نعم. انا خرجت من استاد السلام على المستشفى، الكابتن كلمني وبصراحه كان في تقدير كبير جدا وفي احترام كبير جدا. وفي ساعات وفي حاجات بصراحه الواحد شافها في النادي الاهلي، يعني نتمنى ان هي تكون موجوده في كل الانديه. زي لان بنسمع قصص كتير من اللعيبه او بنشوف قصص كتير من الاحترام من التقدير. الموضوع مش مرتبط اللعيب ده بيلعب او ما بيلعبش اساسي. نعم. الموضوع مرتبط ان اللعيب ده ليه حقوق واللعيب ده له قيمه، فالنادي بيتعامل معاه على اساس القيمه دي. نعم. النادي بيتعامل معاه على اساس ان ده لعيب له قيمته.